اكيد سمعت ان في نوع خامس من السكر طلع، قال لك النوع الخامس من السكر. الكلام ده فعلا حقيقي ولا لا؟ الاول الناس مشهور عندها ان السكر نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده اللي بيكون بسبب مشكله اصلا في انتاج الانسولين وتدمير لبعض الخلايا اللي موجوده عندي في البنكرياس، وده بيسموه النوع الاول اللي بيظهر دايما عند الاطفال في سن صغيره، 4 سنين 5 سنين 6 سنين، ممكن كمان قبل كده. والنوع ده عاده بتكون نسبته قليله، انما النسبه الاكبر بقى النوع الثاني من السكر اللي بيجي في الاربعينات ونهايه الثلاثينات، وبعدين واحنا طالعين بعد كده، وكل ما يكون وزننا زياده كل ما ده بيحصل فيه النوع الثاني من السكر اللي مرتبط بمقاومه الانسولين او افراز غير كافي من الانسولين. امال ايه بقى حكايه النوع الثالث والرابع وبعدين الخامس؟ النوع الثالث ده مش مشهور خالص، ودي كان مجرد نظريه، علاقه ان في عندي مقاومه انسولين في المخ فممكن تزود معدلات الاصابه بالالزهايمر او الالزايمر اللي هو ليه علاقه بفقدان الذاكره. والنوع الرابع ده عباره عن ميكس ما بين حاجتين، قال لك انواع السكر اللي بتيجي في الناس اللي سنها فوق ال 65 سنه، او انواع السكر اللي بتيجي ليت اونست دايابيتس ات يونجز، تيجي في نهايه العشرينات. ولكن النوعين دول الثالث والرابع ما لهمش تعريف حقيقي في التشخيص، مش هتفرق معانا في حاجات كتير. نيجي بقى للنوع الخامس اللي عليه دلوقتي الكلام، هل فعلا بقى عندي نوع خامس بيتشخص؟ الكلام يا جماعه ان اتكونت ستادي جروب، كان الاجتماع بتاع الاي دي اف او الاتحاد الدولي للسكر كان في الهند من حوالي اسبوعين، ولقوا ان في حوالي 20 ل 25 مليون واحد في العالم بيجي لهم نوع من السكر مختلف شويه عن النوع الاول والثاني، مرتبط بسوء التغذيه، بيسموه المال نيوتريشن دايابيتس او السكر الناتج عن سوء التغذيه. وده بيأثر مع الوقت عندي على تكوين البنكرياس عند الناس دي، فيزود فرص الإصابة عندهم بالسكر. فقال لك خلاص احنا نعمل جروب أو مجموعة خاصة بدراسة هذا النوع من السكر في الأماكن اللي فيها فقر واللي فيها مجاعات واللي فيها مشاكل في التغذية، عشان نقدر نعرف ازاي نشخصه ويتعمل له دايجنوستيك كرايتيريا أو طريقة تشخيص واضحة، وبالتالي بعد كده تعمل له طريقة علاج. لكن إلى اللحظة دي ما عندناش تعريف ليه، ما عندناش طريقة تشخيص واضحة ليه هو لوحده، وبالتالي لسه ما تحطلوش تريتمنت بلان أو طريقة علاج. إذا يبقى احنا عندنا دلوقتي 5 انواع، النوع الخامس لسه بيتعمل له الاستادي جروب بتاعته. افتكر دايما ناكل كويس، ننام كويس، نلعب رياضه كويس، وناخد بالنا من صحتنا كويس، الامور هتمشي تمام، ولا نوع خامس ولا غيره. وافتكر دايما ان صحتك اهم.